اهو يا حبيبي صورك برضه. صور بجد والله انت تعمل لي لو عرفت هي قالت ايه هديك 100,000 جنيه. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا شويه فيديوهات كده يا رب تعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما نخش في الفيديوهات دي لازم نصلي على النبي وندعي لاخواتنا يا رب ينصرنا على الامه فيه ونخش في الموضوع على طول. انا خدت قرار صعب قوي. انا قررت اتجوز. ايوه. ليه يا صاحبي؟ ليه السلاله دي تتكرر تاني؟ ده يعني احنا عايزينك نبقى من نوادر كده، حاجه من نوادر كده ما تتكررش. مش عارف جمهوري هيوافق على الكلام ده. لا هو محدش هيوافق على العمله اللي هي انت هتعملها دي، لان دي برضو حاجه كبيره جدا، فاهم؟ يعني السلاله دي تتكرر تاني ويجي تاني يعني كرونته كده، فما اعتقدش ان حد هيوافق على الحوار ده ولا لا، بس يمكن انا خدت قرار صعب قوي، وبالذات انتوا عارفين اللي انا هتجوزها، بس لسه بقى حصل لي صلاة استخارة الاول، وغير كده يعني ان شاء الله ولو ليا نصيب هنزل اجيب الشبكة. ما ماشي، ما فيش مشكله، اهم حاجه بس تصلي صلاه استخاره صح. يعني هتعمل حاجه بقى تعملها بقى صح بقى، ما احنا لازم نبتدي صح عشان برضو انت فاهم يعني ربنا يكرمنا وكده. وهنزل اجيب كل حاجة ومفيش اي بروكر، كلهم اخواتي وعلى راسي. انت كده بتشتم بقى بلوجرات بقى وكده، هيبقى كده انت ليه يا كروان؟ ليه يا حبيبي؟ ليه الناس كلها فرحان لك يا حبيب قلبي؟ لازم برضه يبقى في فرحه والناس كلها لما لك مش تطلع ترند برضه زي اي ترند انت عملته قبل كده. يا لهوي، ده انت ولا اجدعها ست. لا بجد يعني انتوا ايه يا اسطى؟ انتوا ايه ده يا اسطى؟ ايه ده طالع من ايه يعني ايه ده؟ مش عارف والله، يعني مش عارف اقول ايه بامانه، يعني ايه يلا خرب بيتكم، حلقه تودينا في داهيه. ايه ده يا اسطى؟ ده يلا اقول ايه؟ بس اقول ايه؟ مش عارف اقول ايه والله العظيم. ده انتوا على المجتمع حمار. طبعا طبيعي، على فكره انا بحب البس كل حاجه طبيعيه. ده انت لابسه نص نمر ونص حماره. انت عايز ايه اكتر من كده؟ فده من زارو. ايه قالت ايه؟ ده من ايه؟ بس كده كفايه علينا زارو ده. زارو كفايه كده كفايه، هو انا تمام. انا كل هدوم عاديه جدا ومش شرط ان انا اجيب حاجه ماركه عاليه. على فكره ممكن تبقى في حاجه بسيطه وتبقى احلى من الماركه بكتير. يعني انت دلوقتي بتجيبي ايه؟ ماركه ولا حاجه؟ يعني زارو دي ايه؟ دي شركه ايه؟ ولا ده منتج ايه؟ ولا ده من سوق التلات يعني؟ ولا ده ايه؟ بقول لك ايه، حاول دايما تبقى عارف هتلبس ايه بكره وانت في الشغل. وانا هنا مش بتكلم عن الهدوم. وصلت؟ اسمعها تاني كده. انا مش فاهم يعني. ماشي اسمعها تاني. عادي اسمعها تاني. تقول ايه بقى؟ بقول لك ايه، حاول دايما تبقى عارف هتلبس ايه بكره وانت في الشغل. وانا هنا مش بتكلم عن الهدوم. وصلت؟ والمصحف ما وصلت مش فاهم برضه يعني اعمل ايه؟ يعني انت عايز تتكلم عن ايه؟ طيب اسمعها تاني. ايه انا ما فهمتش، ما انا سمعتها تاني بس يعني لعب فيا انا اللي غبي. ما لا يعني ما حاول انت رايح الشغل تعرف انت لابس ايه. وانا هنا مش بتكلم على هدوء او مش على الشغل. ما بتتكلم على ايه؟ كان عمري ما فهمتك، والمصحف عمري ما فهمتك، مش فاهم منك حاجه. يعني ايه المعلومه؟ يعني ايه المعلومه مفيش معلومه. انا اللي غبي مش فاهم مش عارف. كده ليه؟ اهو يا حبيبي صورك برضه. صور بجد والله انت تعمل لي لو عرفت هي قالت ايه هديك 100,000 جنيه. خمن الكلام ده، خمن. ما هو يعني ده هطل ان انت تروح تصوري واحد كده في عادي كده وتتبلى عليه. ما حبيبه قلبي الموضوع ده كان زمان، لكن دلوقتي الناس كلها بقت دلوقتي في كاميرات وفي حاجات، فرمي البلد ده مش هبقى دلوقتي بالسهل يعني. طب ليه ترمي بلاكي؟ ليه ترمي بلاكي؟ مش عارف يعني. برضه عامله فيديو تاني برضه تقريبا بتبرر الموقف ده. كنت طالعه اوضح فيديو منتشر ليا على السوشيال ميديا. مبدئيا يا جماعه ده ابن عمي، في مشاكل ما بيننا وبينهم على الميراث. وكل ما يشوفني بحلوان بيحاول ان هو يتهجم عليا وبيبقى عايز يضربني وبيشتمني بابشع الالفاظ. كان واضح جدا في الفيديو، ان هو كان عايز يشيل البتاع اللي كانت جنبه دي ويخبطك بيه. وطبعا الفيديو موضح كل حاجه تمام. وطبعا هو معتاد على كده. النهارده وانا مروحه من الدرس شفته بالصدفه عند المترو، حاول ان هو يضربني
وحاول ان هو يتهجم عليا، وكان عمال يشتمني. واضح، كل ده كان واضح، كل ده كان واضح جدا في الفيديو. كل ده كان طالع فيديو ان هو بيضربك، وكانش واقف حاجه وانت اللي جايه تصوريه ولا اي حاجه. لا تمام. جيت وانا مروحه شفت برضو بالصدفه، فصورته عشان خاطر اوري قرايبنا ان هو موجود في حلوان، لان احنا كل ما نيجي نشتكي قرايبنا بينكر كده وبيقول لا انا ما كنتش موجود في حلوان، انا ما شفتهاش. فانا صورته عشان خاطر كده. هو بيقول ان انا صورت عشان ان انا اعمل له قضيه تحرش. لا طبعا انا ما اتهمتوش ان هو في قضيه تحرش، انا اتهمته ان هو بيشتمني وبيتهجم عليا وبيبقى عايز يضربني. تمام، ده اللي اتهمته فيه، والدليل على كده انا ولا رحت رفعت محضر ضده. تمام. ترفعها ايه؟ ما انت مش هتلاقي حاجه ترفعي بيها يعني. انت واحده جايه ترمي يعني كويس ان كان في كاميرات الناس صورتها، غير كده كان الشاب كان راح في ده اكيد يعني. يا جدعان يا جدعان، انت حتى لو في مثلا خلافات ما بين الاب والراجل، دول الرجاله مع بعض يقدروا يتصرفوا. انت بنت تخش انت في حاجه شبه كده ليه؟ في رجاله هي تخش بقى تحل الموقف ده او تعمل اي حاجه او تتدخل. انت مالكيش علاقه باي حاجه ممكن تحصل. اصل انت بنت، انت مش برضه ما انتش فاهمه القصه. انت بنت، ما كيش انت في رجاله هي تتدخل هي في الحوارات بتاعت الميراث بقى وغير ميراث او اي حاجه يعني، ايا كان ايه اللي هيحصل. انا مش قادره اتكلم في حاجات زي دي، حتى انا دلوقتي مربوطة نفسيا انا علاقة مش صداقة قوية جدا وانتوا بتحبوا بعض جدا من زمان. مفيش. هو كان في قبل كده بس الاهل كانوا معترضين. هو انت بتاعت كران؟ هو كران عايز يتجوزك انت صح؟ والله العظيم بجد، والله العظيم ما اعرف. هو مصعب ما يعرف يعني، ما اعرفش ان دي هي دي يعني لا سلسة استخاره يعني، عشان يجيلك هيجيب لك شبكه ومش هيعزم بروجرات. فلا لا شكل الموضوع يستاهل بقى. مع ان اهله دلوقتي هم عاوزيني جدا ابقى في حياتهم، ابقى طبعا ده انت هتضيفي كارير غير طبيعي في العيله. لازم طبعا تكوني موجوده. عايشه هو معاهم. بيحب من كتر ما هم شافوا الشخصيات التانية اكيد. شخصيات تانية؟ ده انا بقول لك انت هتضيفي حاجه غير اي حد، تبقي علامه مميزه في هذه العائله. ربنا يسعدكم يا رب، ربنا يسعدكم يا رب. ويعني ويا رب يعني انت فاهم ما نشوفكم يعني عادي ولا تاخدش بالك ده اي كلام في اي هلس كده بيتقال، فاهم؟ في اخر البتاع بيبقى الموضوع. بس احنا كده وصلنا لغايه اخر الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وكومنت، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.